مدينة مليانة بالوحوش المرعبة، كل وحش بيتميز بمهارة وقدرة غريبة، وبنعرف ان الوحوش دي بتتغذى على البشر، وبيكون في وحوش بلا وعي، يعني كل هدفها في الحياة اللي هي تقتل البشر. والنوع التاني المستيقظ، يعني بيكون انسان قدر يتحكم في الوحش اللي جواه ويقدر يستخدم قدرة الوحوش المرعبة، حاجة كده زي اتاك اون تايتن. بيكون في عمالقة بلا وعي، يعني كل هدفها في الحياة اللي هي تاكل البشر. وفي عمالقة تانية زي ايرين وغيره اللي بيقدروا يتحكموا في العملاق بتاعهم زي الوحوش بالظبط. وطبعا عاوزين نعرف ايه سبب وجود الوحوش، وهل في نقطة ضعف ليهم؟ كل ده هنشوفه في حلقتنا النهاردة، وهي قصة شوتجان بوي، اول ظهور للوحوش قبل ما حتى الوحوش تظهر وتروح لقصة سويت هوم. يعني زي ما تقول كده قصة شوتجان بوي الموسم الاول، وسويت هوم هي تكملة لقصة شوتجان بوي. المهم كفاية رغي لغاية هنا، وما تنساش تصلي على النبي وتدعي دعوة لاخواتنا. بتبدأ قصتنا بشخص ضعيف اسمه جي هوان، وبنعرف اللي هو بيتعرض للتنمر من شخص اسمه سيون، وبيكون شخص خنزير وبيفتري على اي ضعيف، وبيكلم طالب ضعيف وبيقول له ما عجبتنيش الرسمة اللي انت رسمتها، ارسم لي رسمة مضحكة تاني. وبنلاحظ ان جي هوان بيتعصب وبيفتكر كل التنمر اللي كان بيحصل فيه، فبيقرر يقول للمدرسة بتاعته اللي بنعرف اللي هي مدرسة ما بتحبش شغلها وبتكره الطلاب. فجيهوان بيقوم وبيقول لها ان سيون بيتنمر عليا وبيوري لها الصورة. المشكلة ان المدرسة بتبص على الصورة وبتفضل تضحك وبتخلي كل الطلاب بيضحكوا معاها، وبتقول له انا اعمل لك ايه، يعني كأنه بتقول له انت ضعيف ومش قادر تدافع عن نفسك. بنلاقي جيهوان بيطلع بندقية وبيصوب عليها وبيقتلها، وبيتعصب من كل اصدقائه اللي كانوا بيضحكوا عليه، فبيقرر يخلص منهم كلهم، بيقلب الفصل مجزرة. وبعد ما بيخلص على المتنمرين بيستريح. المشكلة اللي هو بيفتح عينيه بنعرف اللي هو كان مجرد حلم، وهو في الحقيقة بيتمنى اللي هو يخلص من التنمر ده. وبيجي تاني يوم وبنعرف ان المدرسة كلها رايحة رحلة، والرحلة دي بتكون على جزيرة، وجيهوان بيكلم صديقه الوحيد اللي بنعرف اللي هو هيوك. وهيوك ده كان من ابطال قصة سويت هوم، وهيوك بيكون عارف ان جيهوان متشارك الغرفة مع المتنمرين دولت، واخيرا بيوصلوا الجزيرة وبياخدوا منهم الهواتف بتاعتهم. فجيهوان بيكلم هيوك وبيودع صديقه، دي بقى اسمها كينغ، من اهم الشخصيات في القصة. وبيكون في صديقتها اسمها ميرا بتكلمها على اللي هم عاوزين يشربوا الممنوعات، لكن كينغ بترفض اللي هي تساعدها في الموضوع ده. فميرا بتكلم اصدقائها وبتكون متعصبة جدا، وده علشان بتكون عاوزة تشرب لكن ما بتلاقيش الصندوق اللي كان في الحافلة، وبتروح تشرب سجاير في الحمام وبتلاقي حد فتح عليها الباب، وطبعا بتلاحظ ده وبتعرف اللي هي اتكشفت، وبتلاقي حد بيكلمها بصوت مرعب. فميرا بتفتكر اللي ده حد من اصدقائها وبيهزر معاها، لكن بنلاحظ مجسمات شكلها غريب وبتبص فوق وبتتصدم. وبيجي تاني يوم وكانوا بيتدربوا بالاسهم، وبنعرف ان المتنمر العملاق ده احول وما بيعرفش ينشل، وبيبص جنبه بيلاقي حد بيطلق الاسهم بطريقة اسطورية، وبتطلع كينغ اللي تاني اهم شخصية اللي بنعرف اللي هي تقريبا موهوبة في كل حاجة. وبنعرف ان العملاق المتنمر ده معجب بيها لكن ما بيرضاش يعترف لها بحبه. وبيجي الليل وسيون كان متعصب جدا، وده علشان الرحلة دي بتكون مملة وما بيكونش مبسوط، وبيقول اللي هو راقب بتاع الامن وهو ماسك صندوق الخمرة، وعرف اللي هو مع المدير يعني في غرفة المدرسين. المشكلة اللي بيقول لجيهوان انت اللي هتروح تجيب الصندوق، فجيهوان بيقول له بكل خوف اللي هو مش هيقدر يعمل كده، وبيقول له ان انا والدي مريض ولو حصلت مشكلة هسبب مشاكل لوالدي ويمكن يحصل له حاجة. فسيون بيضربه وبيهدده لو ما سمعش الكلام
الايام هيقتله، وبيفضل يشتم فيه وفي والده، وبيقول له لو انا مكان والدك كنت قتلتك، وده علشان انت مجرد شخص ضعيف وبلا فايدة. وبيكونوا رايحين يمشوا لكن جيهوان بيتعصب وبيقول له اللي انت اللي بلا فايدة، كل هدفك في الحياة انك تتنمر على الضعفاء. طبعا بيتصدموا من الكلام وسيونغ بيتعصب. جيهوان بيخاف وبيبص جنبه بيلاقي الشباك، فبيجري وبيقرر يهرب منه. المشكلة اللي بيبص وراه بيلاقي سيون جايله، فبيطلع يجري في الغابة بأقصى سرعة ليه. نرجع بقى لأصدقاء ميرا اللي بيكونوا مستغربين من اللي حصل امبارح، وده علشان ميرا بعد ما اتصدمت من اللي هي شافته بتطلع من الحمام وهي تصرفاتها غريبة، بتتكلم ببرود وبتمشي ماشية مريبة. وصديقتها بتلاحظ اللي بيكون ورا شعرها دم، ولسه بتكون رايحة تقول لهم كده لكن بتلاقي ميرا وراهم، فطبعا بتتخض منها. وما زالت ميرا بتتكلم ببرود، تحس ان هي تصرفاتها اتغيرت. وبنعرف ان ميرا مشتركة في الحفلة بتاعت النهاردة، والمفروض تكون في المسرح بتجهز العرض بتاعها. وبنلاقي ميرا بتقول لهم بكل رعب ان الحفلة النهاردة هتكون حفلة ممتعة. وبتبدأ الحفلة، اللي عنده موهبة زي الغناء او الرقص او حتى الشخص اللي بيعزف بالبتاع اللي ماسكها شفيق، وحرفيا مفيش حد بيعجبه العزف بتاعه، الشخص ده احنا هنسميه شفيق. نرجع بقى لجيهوان اللي بيفضل يجري لغاية ما بيلاقي نفسه على حافة جبل، فبيفتكر وش سيونغ وبيخاف جدا، فبيقرر ينزل حافة الجبل. وهو بينزل الشراب بيزحلقه وبيفضل يتدحرج بسرعة كبيرة. المشكلة اللي هو بيجي على ملف في الجبل وحرفيا بيطير، بيسقط من مسافة بعيدة جدا. بيتساءل هل دي نهايتي؟ نرجع بقى لسيونغ اللي ما بيلاقيش جيهوان، واخر ما بيزهق بيقرر يرجع تاني. نرجع بقى للحفلة اللي المذيع بيقول لهم ان هيبدأ عرض ميرا، اللي بنعرف اللي الجمهور كله بيحبها، وده علشان كل سنة بتبهرهم بالعروض بتاعتها. ومرة واحدة بنلاقي النور بيتقطع وبتيجي ميرا، لكن بنلاحظ ان هدومها بيكون فيه دم، وطبعا كلهم بيستغربوا لكن بيفتكروا اللي ده جزء من العرض. نرجع بقى لجيهوان اللي بنلاقيه بيفتح عينه، وطبعا بيستغرب جدا اللي هو مازال حي. وركزوا في الحتة دي علشان هنحتاجها، ازاي جيهوان عايش بالرغم اللي هو وقع من مسافة بعيدة. وبيبص جنبه وهنا بيكون الصدمة، بيلاقي بندقية، وبيبص فوق وبيلاقي شاحنة متدمرة، فبيمسك البندقية وبيعرف ان هو سلاح حقيقي. وبيفتكر لما كانوا بيلعبوا العاب الفيديو وكانوا ماسكين بندقية لعبة، وكان بيتفرج على صديقه وهو بيلعب، وصديقه ده بيكون هو هيوك. فهيوك بيقول له جرب العب انت، فبيمسك البندقية لكن بيقول له اللي هو ما جربش اللعب بيها قبل كده. فهيوك بيقول له تخيل الوحوش دولت هم المتنمرين. فجيهوان بيمسك البندقية وبيقرر يسمع كلامه، ولما بيتخيل المتنمرين بيتعصب منهم وبيفضل يصوب عليهم بكل احترافية. وجيهوان بيقرر يشوف ايه اللي داخل الشاحنة. نرجع بقى لميرا اللي بتقول لهم بصوت مرعب اللي هيبدأ العرض الحقيقي. الكل طبعا بيستغرب من صوتها ومن تصرفاتها الغريبة، فالمذيع بيروح علشان يطمن عليها، لكن بتمسك وشه وبتكسر رقبته وبتنط في وسط الطلاب، وبتطلع حرفيا مجسمات من كل حتة في أجسامها، وبتهجم على الطلاب وبتتغذى على البشر. وطبعا مصدر الغذاء الرئيسي للوحوش هو البشر. فكينغ بتقول لهم ان دي مش انسان، وبتقول للكل يهرب دلوقتي. وبالفعل بيسمعوا كلامها ولسه رايحين يهربوا، لكن بيلاقوا الامن كله واقف على الباب. وبنعرف ان الامن برضو بيكونوا وحوش. فالمدير بيكلم استاذ الرياضة، انت اقوى واحد فينا والمفروض تحمينا. فاستاذ الرياضة بيمسك كرسي حديدي وبيضربه بكل قوته على دماغ
دماغ وحش فيهم، حرفيا دماغه بتطبق. الوحش بيتعصب منه وبيضربه بقبضته المرعبة، وبنعرف اللي هم مش ناويين على خير. فبنلاقي واحد فيهم بيقول مين اغنى شخص هنا، فبيرد عليهم طالب وبيقول اللي هو غني جدا ووالده بيكون من اغنى الاشخاص في البلد. فبيسأله انت ليه بتسأل؟ فمرة واحدة بيحط المجسم بتاعه في دماغه وبيشفط كل دمه وشكله وذكرياته، وطبعا الطالب بيموت وبيتحول لشكل الطالب، وبيقول اللي هو كان عاوز يكون غني. يعني احنا بنعرف لو وحش التهم انسان بياخد ذكرياته بالكامل وبيفضلوا يقتلوا فيهم وكلهم مرعوبين. فكينغ بتتعصب وبتبدأ تتكلم وبتقول اللي احنا كده كده هنموت، لكن على الاقل نعرف انتم مين. وبنلاحظ اللي هي بتكون مخبية سكينة ورا ظهرها، فبيقدم عليها القائد بتاعهم وبيعجب بالشجاعة بتاعتها وبيقرر يتحول لشكله الحقيقي. وطبعا كينغ بتتصدم من شكله مرعب وبيقول لها ان اللعبة اللي ورا ظهرك دي مش هتقدر تقتلني، وبيقول اللي هم الوحوش وجايين علشان ينتقموا من البشر. فبنلاقي ميرا بتقول للقائد بتاعها سيبني انا اقتلها، وبتقول له ان ذكريات ميرا كانت بتكره كينغ وما كانتش بتحبها، فبيديها لها وبيقول لها خلصي عليها انتي، وكانت رايحة تخلص عليها لكن بنلاقي حد بيفتح الباب وبيطلع جي هوان اللي طبعا بيتصدم وبيتساءل ايه اللي بيحصل هنا. فالقائد بيأمرهم حد يخلص عليه وبيقدم عليه وحش وبيكون رايح يخلص عليه. فكينغ بتقول له ان دولت مش بشر، وجي هوان بيخاف من شكله مرعب لكن بيفتكر لما كان بيلعب العاب الفيديو وبيضرب الوحوش، فبيطلع البندقية من ورا ظهره وبيضرب الوحش. حرفيا الوحش كتفه بينفجر. وهنا معلومة جديدة ان رصاص البندقية دي بالتحديد نقطة ضعف الوحوش، يعني بتتفاعل مع دم الوحوش وبتسبب لهم ضرر كبير. الوحوش كلها بتتصدم وصديقهم بيموت قدام عينيهم، كلهم بيبصوا على جي هوان وبيتساءلوا هو جاب منين البندقية دي. وكينغ بتستغل ان الوحوش خايفة من جي هوان وبتقول لهم الكل يهرب، وبالفعل الطلاب كلهم بيجروا بشكل عشوائي، اللي بيطلع من الباب واللي بيهرب من الشباك. وبيلاحظوا ان جي هوان مجرد طفل خايف فبيهجم عليه رقم 3. قبل ما يهجم بس افهمكم حاجة بسيطة، الوحوش بيسموا نفسهم على حسب الارقام، وكل ما الارقام تكون اقل بيكون الشخص اقوى. يعني مثلا القائد بتاعهم علشان اقوى واحد فيهم بيكون اسمه 1، وملك الوحوش كلها بيكون اسمه 0 ولسه ما ظهرش لغاية دلوقتي. نرجع بقى لجي هوان اللي بيهجم عليه رقم 3، وبنعرف اللي هو عنده قدرة السرعة، يعني بيكون سريع جدا. المشكلة اللي هو بيتصدم لما بيلاحظ ان جي هوان بيقدر يشوفه بكل سهولة، لا وكمان بيصوب عليه وبيطير دراعه، بيكون خلاص رصاص البندقية بيتفاعل ورايح يقتله، لكن لسوء الحظ صديقه بيساعده وبيقطع دراعه قبل فوات الاوان. وطبعا الوحوش لو عضو اتقطع بيطلع زي ما كانوا. وبنلاقي رقم 4 بيمسك طالب وبيوجهه قدام جي هوان كدرع ليه، لكن بيلاحظ ان جي هوان مازال مصوب عليه وبيتصدم لما جي هوان بيكون رايح يضرب عليه بالرغم اللي يمكن صديقه يموت، فبيحدف عليه الطالب. لكن لحسن الحظ مدرس ابو عضلات ده بيروح وبينقذ جي هوان، وبنعرف ان بيكون اسمه كايدن وبيقول لجي هوان اللي هو يخلص على الوحوش كلهم، لكن جي هوان بيصوب على دماغه، الرصاصة بتيجي في الطاقية بتاعته فبيتعصب جدا منه، لكن القائد بتاعه بيوقفه وبيقول له اللي انا مش عاوز اخسرك، فتى البندقية ده خطر علينا. فبنلاقي رقم 4 بيطلع دخان اسود بيملى المكان كله، ولما بيمشي الدخان بنعرف ان الوحوش هربت بعد ما قتلت اكتر من نص الطلاب. وطبعا الكل بيستغرب وبيتساءل جي هوان جاب البندقية دي منين. وبنلاقي مدير المدرسة اللي بنعرف اللي هو شخص خنزير بيتعصب من جي هوان وبيقول له انت جبت البندقية دي منين. فجي هوان طبعا بيقول اللي هو لقاها في الغابة. فكينغ بتقول اللي ده مش وقت اسئلة، المفروض حد دلوقتي
بيطلب الشرطة، فكايدن بيتصل لكن ما بيلاقيش شبكة، فبنلاقي مدير المدرسة بيقول لجيهوان اللي ما ينفعش طفل يمسك البندقية، وبيكون رايح ياخدها منه لكن جيهوان ما بيرضاش يديهاله، ولما بيتعصب عليه جيهوان بيهدده بالبندقية وبيقول له ان البندقية دي ملكي انا، واي شخص هيحاول ياخدها مني انا هقتله. وبنعرف اللي هو لسه بيكون خايف من سيونغ، وده علشان بيتنمر عليه بدون سبب، ولما كان بيطلب المساعدة منهم مفيش حد بيرضى يساعده، فعشان كده خد البندقية علشان تحميه. وبيطلعوا من بره المسرح وبيروحوا عند المدرسة ام نضارة، اللي طبعا لما بيحكوا لها الموضوع ما بتصدقش وبتفتكر اللي هم كلهم سكرانين، وبتقول لهم طب ليه ما اتصلتوش بالشرطة؟ فبيفتكروا كل الموبايلات اللي اخدوها من الطلاب وبيحاولوا يتصلوا باي تليفون لكن كلهم بيكونوا بدون شبكة. حتى جيهوان بيحاول يكلم صديقه هيوك لكن الرسالة ما بترضاش تتبعت، فالمدير بيقول ان كده كده الاتوبيس هيجي بكرة ياخدنا، لكن كينغ بتقول ان الوحوش مش هتسيبنا عايشين لبكرة، وكايدن بيقول ان استاذ الرياضة معاه سيارة ويمكن ناخدها ونهرب من الجزيرة دي، لكن المشكلة اللي هو مات في المسرح. نرجع بقى لسيونغ اللي بيكون متعصب من جيهوان، ولما بيرجع المسرح بيلاقي الدنيا هادية وبيكون في شخص وراه، وبتطلع البنت اللي كانت مع ميرا وعلى طول بتعيط وما بتكونش قادرة تتكلم، وسيونغ بيلاحظ اللي فيه دم على هدومها فبيسألها ايه اللي حصل، فبتقول له ان في وحوش على الجزيرة، وبتقول له ان ميرا اتحولت لوحش وقتلت اصدقائها الاتنين لكن هي الوحيدة اللي هربت. فسيونغ طبعا ما بيصدقش وبيقول لها وانتي بتهزري ولا ايه، وبيقرر يقوم يشوف بنفس المسرح. ولما بيدخل المسرح هنا بتكون الصدمة، بيلاقي الدنيا كلها دمار وبيبدأ يصدق كلام البنت وبيصدق ان في وحوش موجودة هنا، فبيقول لها اللي احنا لازم نهرب من الجزيرة دي في اسرع وقت. نرجع بقى لكينغ اللي بتكلم جيهوان وبتقول له انت الوحيد اللي هتقدر تنقذنا، وده علشان انت اللي معاك البندقية، وبيخططوا اللي هم هيروحوا المسرح وده علشان ياخدوا مفتاح العربية. فكايدن ابو الرجولة بيقول لهم ما ينفعش تروحوا لوحدكم وانا هاجي معاكم، وطبعا بيكونوا قافلين النور علشان الوحوش ما تعرفش اللي هم موجودين هنا، وبيقرروا يعملوا خطة اللي هم هياخدوا العربية ويديهم اشارة ويطلعوا بسرعة ويركبوا العربية ويهربوا من هنا. والمدرسة بنضارة بتقرر تعمل علامة لكل شخص، وده علشان لو الوحش تجسد بشخصيته يعرفوا مين الشخص الحقيقي، لكن كينغ بتحذرهم لما الوحش ياخد شكل شخص ما بياخد برضو ذكرياته، وده علشان ميرا في الاساس كانت ما بتحبش كينغ. وبيبدأوا رحلتهم هما التلاتة، وجيهوان بيكلم نفسه وبيتساءل هو ليه بيساعدهم بالرغم لما كان محتاج مساعدة منهم بسبب المتنمرين محدش رضي يساعده، حتى كينغ كانت بتبص عليه وكأنها ما شافتش حاجة. وبنعرف اللي كينغ وجيهوان متربيين مع بعض، يعني زي ما تقول كده زي الاخوات بالظبط. وبيطلعوا بره المبنى ولحسن الحظ ما بيلاقوش اي وحش، فوهم ماشيين كينغ بتسأله وبتقول له هو انت جبت البندقية دي منين؟ فجيهوان بيقول اللي هو لقاها، لكن كينغ بتكون مش مصدقاه، وده علشان ازاي شخص يلاقي بندقية بكل سهولة. فبيقول لها اللي هو لقى البندقية جنبها حافلة مقلوبة، فبتسأله الحافلة دي كانت جواها ايه؟ ولما فتحها هنا بتكون الصدمة، وركزوا في الشاحنة دي علشان هنحتاجها. بيلاقي فيها انابيب كتير تحس ان الانابيب دي كانت جواها اشخاص. نرجع بقى لسيونغ اللي وهو ماشي بيلاقي صوت اشخاص بيصرخوا، وبيكون في شخصين بيجروا من شخص ما، وبيتقتل اول شخص فيهم والتاني بيتقتل وراه، وبنعرف اللي هي ميرا اللي بتكون رقم 2.
لكن لحسن الحظ بيستخبوا وما بتشوفهمش، وبنعرف اللي هي رايحة عند المسرح اللي جيهوان واللي معاه رايحينه دلوقتي. وركزوا في الحتة دي علشان انا احتاجها. سيونغ وهو بيبص على الجثث وهي ميتة بيبتسم ابتسامة كلها شر، تحس اللي هو مجنون او عنده حالة نفسية. ولما بيوصلوا عند الجسر هنا بتكون الصدمة، بيلاقوا الجسر مكسور، وبنعرف ان الوحوش هي اللي كسرته، وده علشان يحاصروهم جوه الجزيرة. وطبعا جيهوان واللي معاه لسه ما يعرفوش كده. نرجع بقى لجيهوان واللي معاه اللي بيدخلوا المسرح وبيلاقوا مدرس الرياضة، فكينغ بتروح علشان تاخد المفتاح وبالفعل بتلاقيه، فبيجروا بسرعة وبيركبوا العربية ولسه رايحين يطلعوا بيها. لكن هنا بتكون الصدمة، بيلاقوا ميرا قدامهم وما بتكونش ناوية على خير، وعلى طول بتطلع مجسم من بقها وبتهجم عليهم، بتخترق العربية كلها. لكن لحسن الحظ ما بتجيش فيهم، وكايدن بيدوس على البنزين وبيخبط ميرا حرفيا بتطير، وبيفتكر اللي هم خلصوا منها. لكن المشكلة اللي هي بتقوم تاني وبتجري عليهم وبتكون متعصبة. لكن جيهوان بيطلع من العربية وبيضربها بالبندقية، بتحاول تتفادى الرصاصة لكن بتيجي رصاصة في رجليها، وكايدن بيستغل ده وبيهرب بالعربية. وميرا بتقرر تقطع رجليها قبل ما الرصاصة تنتشر في كل جسمها وتقتلها، وطبعا رجليها هتنمو من جديد. وبتكون متعصبة جدا من فتى البندقية وعاوزة تخلص منه علشان هو اكبر تهديد ليهم. المشكلة اللي كايدن بيبص في المرآة بيلاقي ميرا جاي عليهم، وبتنط على العربية وبتطلع مجسماتها وبتمسك كاوتشات العربية، والعربية بتفقد توازنها وطبعا بتتقلب وكلهم بيفقدوا الوعي. وشفيق بيبص عليهم وبيتصدم وبيقول لهم ان العربية اتقلبت بيهم. المشكلة ان ميرا بتلاحظ وجودهم وبتروح علشان تخلص عليهم، وميرا بتكون خلاص دخلت لهم. كلهم طبعا بيخافوا وواحدة فيهم بتحاول تفتح الباب، فميرا بتيجي وراها وطبعا بتخلص عليها وبتقول لهم اللي عاوز يخرج الباب مفتوح اهو، وبتمسك واحد فيهم وبتكسر رقبته وبتكون داخلة تخلص عليهم كلهم. لكن بتتصدم لما بتلاقي جيهوان عند الشباك وبيكون رايح يقتلها. لكن ميرا بتقرر تضحك عليه وبتقول له انت ليه هتساعد الاشخاص دولت؟ لما كانوا بيتنمروا عليك مفيش حد رضي يساعدك، الكل كان بيتفرج عليك، بس ليه دلوقتي انت هتساعدهم وهتخاطر بحياتك؟ وده علشان لو انت ضربت عليا بالبندقية قبل ما اموت انا هروح علشان اقتلك، يعني انت هتخاطر بحياتك علشان ناس مرضيوش يساعدوك، ولو ما ضربتنيش بالبندقية انا هسيبك تعيش. لكن الكل طبعا بيطلب من جيهوان اللي هو يقتلها، وجيهوان بيقتنع بكلامها، وده علشان لما كان في اصعب ظروفه مفيش حد رضي يساعده، ودلوقتي يمكن يضحي بحياته علشان الاشخاص دول. وبيقول لها انت عندك حق. لكن كينغ بتكون ورا جيهوان وبتقول له اللي هي هتضحك عليك، وده علشان الوحوش دي بتقتل البشر بدون اي رحمة، وبتقول له التنمر اللي كان بيتنمروا عليك ما يتسواش بموقف زي ده، يمكن الكل يموت حتى والدك لو الوحوش دي انتشرت. فبيقتنع بكلامها وبيكون رايح يضربها بالنار. لكن ميرا بتلاحظ كده وبتهجم عليه الاول، لكن لحسن الحظ كينغ بتشده قبل فوات الاوان، والمدير بيقول لهم الكل يهرب دلوقتي. وميرا بتكون متعصبة جدا من كينغ وبتكون رايحة تهجم عليها، لكن بنسمع صوت رصاصة وجيهوان طلع ضربها بالبندقية. المشكلة اللي الرصاصة بتيجي في كل جسمها، بتحس بوجع كبير جدا ان جسمها كله هيتلاشى، وبتقرر تخلع دماغها من جسمها، وده علشان تفضل عايشة. ودي معلومة جديدة ان نقطة ضعف الوحوش هي دماغها، ولو حصل ضرر لأي عضو تاني غير الدماغ بيطلع تاني، لكن الدماغ بالتحديد هي نقطة ضعف الوحوش، زي ما شفنا في قصة سويت هوم لما في شخص قطع دماغ الوحش نصين، دماغه ما بترضاش تنمو من جديد، بيكمل حياته بنص دماغ، وطبعا بيتصدموا اللي
هي ما زالت عايشة. وجيهوان بيكون رايح يضربها لكن كينغ بتمنعه وبتقول له اللي احنا عاوزين نعرف معلومة مهمة ومش عاوزين نقتلها دلوقتي. وبيقرروا يجروا وبيكونوا عارفين اللي ميرا هتيجي وراهم علشان تنتقم. وكينغ بتقول اللي احنا عاوزين نعرف نقطة ضعف الوحوش، هل هي البندقية ولا رصاص البندقية؟ وبالفعل ميرا بتجري وراهم لغاية اما بتدخل المبنى وبتلاقي كينغ واقفة قدامها وبتسألها جيهوان راح فين؟ فكينغ بتقول لها اللي هو جري وهرب، لكن ميرا بتكون عارفة اللي هي بتضحك عليها وبتكون شاكة اللي هو مستخبي في مكان ما. وكينغ بتصوب عليها السهم، فميرا بتبص على السهم وبتفضل تضحك وبتقول لها انت فاكرة اللي انت هتقتليني باللعبة اللي معاكي دي؟ وبتطلق السهم في دماغها بالظبط. ميرا بتطلع السهم من دماغها وبتقول لها دوري في الهجوم وبتهجم عليها بكل سرعتها. وبالفعل جيهوان بيكون مستخبي لكن ميرا بتكون عارفة اللي هو كان هنا وبتهجم عليه وخلاص رايح يموت. لكن بيجي لنا فلاش باك لما دخلوا المبنى على طول وكينغ بتاخد رصاصة بندقية من جيهوان وبتفتحها وبتتوقع ان الرصاص ده هو نقطة ضعف الوحوش وبتحط رصاصة منهم في السهم بتاعها. وبنلاقي مكان ضربة السهم اللي جه في ميرا بيورم دماغها وطبعا بتكون مصدومة وما بتكونش مصدقة وبتعرف اللي كينغ هي اللي عملت كده وبتنفجر دماغها. وبكده يبقى كينغ اتأكدت ان رصاص البندقية نقطة ضعف الوحوش. نرجع بقى لكايدن اللي كان فاقد الوعي كل ده، ولما بيصحى ما بيلاقيش اي حد جنبه وبيتوقع ان الوحوش قتلت الجميع وبيفتح باب سري وبيدور على اي سلاح يستخدمه للدفاع عن النفس وبيلاقي سكينة وبيلاقي حد وراه. ولما بيبص بيلاقي شفيق والاتنين طبعا بيكونوا شاكين في بعض لحسن يكون حد فيهم وحش، فكل واحد بيوري للتاني العلامة بتاعته ولما بيشوفوها بيطمنوا وبيقرروا يكملوا طريقهم مع بعض. نرجع بقى لسيونغ اللي بيلاقي اصدقائه مستخبيين جوه كهف وبيقول لهم انا عاوز اعرف ايه اللي بيحصل في الجزيرة دي بالظبط. فبيقعدوا وبيحكي له كل اللي حصل، اللي كانت الحفلة شغالة ومرة واحدة بيحصروهم الوحوش وجيهوان بيجي ببندقية وبيساعدهم. لكن سيونغ بيستهزأ بجيهوان وبيقول ازاي شخص ضعيف قدر يمسك بندقية وينقذكم. فالعملاق المتنمر بيقول ان جيهوان قتل الوحش بدون تردد، فدلوقتي من الصعب اللي انت تتنمر عليه وده علشان يمكن يقتلك انت التاني بدون تردد. والبنت بتلاحظ ان في نور وراها في الغابة، فالعملاق بيفتكر ان دي الشرطة وجاية تساعدهم. لكن سيونغ بيمسكه وبيقول له مش عاوزين نتسرع وبيقول لصديقه التاني يروح يشوف ايه النور اللي هناك ده. وطبعا بيستغرب ليه انا بالتحديد اللي هروح. وهو رايح سيونغ بيقول حاجة مرعبة، لو النور ده طلع وحش يموت صديقنا عادي واحنا نهرب. وبيقول اللي انا مرضتش اوديك انت علشان انا محتاجك اكتر منه علشان انت قوي وهستفاد منك اكتر منه. فطبعا صديقه المتنمر بيتصدم من سيونغ وبيقول ان هو اتغير بشكل مرعب. نرجع بقى لجيهوان وكينغ اللي كينغ كانت بتعالج رجل جيهوان علشان جري في الغابة بدون حذاء. لكن جيهوان مرة واحدة بيتعصب وبيقول لها انت ليه ما كنتيش بتساعديني لما كان سيونغ بيتنمر عليا؟ بيقول لها لما كنا صغيرين كنتي بتساعديني في كل الاوقات وكنا افضل اصدقاء، لكن لما كبرنا الموضوع اختلف وصدقت اصدقاء جديدة وما بقتش بتسلم حتى على جيهوان علشان سمعتها قدام اصدقائها. فكينغ بتعيط وبتقول له اللي انت مش فاهم اي حاجة وبتقول له اللي انا طبعا ما سكتش لما شفتك وهم بيتنمروا عليك ورحت عند سيونغ علشان اتكلم معاه وقلت له اللي هو يوقف تنمر عليك. لكن سيونغ بيقول لها ما المقابل؟ يعني انت هتديني ايه لو انا سبته؟ فبيقترح عليها اللي هو ياخدها هي، يعني زي ما تقول كده تكون صديقته المقربة. فطبعا كينغ بترفض وبتمشي.
وبتيجي تمشي، لكن سيونغ بيقول لها هو دخول الحمام زي خروجه، وبيخلي اصدقائها يضربوها، وبيقول لها اللي احنا مختارين جيهوان بالتحديد علشان هو الطالب الوحيد اللي مداش اي ردة فعل، يعني زي ما تقولي كده هو اللي موافق على التنمر، وبيهددها لو اتدخلت في الموضوع ده تاني هيبدأ يتنمر عليها هي كمان، وطبعا سمعتها هتبوظ في وسط اصدقائها. وبتقوله انت دلوقتي شجاع وقدرت تقف قدام وحش وتقتله وانقذتنا كلنا، مش هتقدر تقف قدام سيونغ. فجيهوان بيوعدها اللي هو هياخد حقها من سيونغ. نرجع بقى للعملاق المتنمر اللي بيقول لصديقه التاني اللي سيونغ كان هيستغنى عنك ووداك انت بالتحديد عشان انت ضعيف، ومرضاش يوديني انا علشان انا قوي. فطبعا ما بيصدقهوش وبيقول له ان سيونغ ما يعملش كده، لكن البنت بتتكلم وبتقول اللي انا سمعته قال كده فعلا. والعملاق المتنمر بيقول احذروا من سيونغ علشان تصرفاته اتغيرت. نرجع بقى للطلاب دولت اللي من ساعة اما الوحوش هجموا على المسرح وهم بيحاولوا يهربوا من الجزيرة، فبيلاقوا منزل فبيقرروا يروحوا يطلبوا اي مساعدة. والبنت ام شعر اخضر بتقول له خليك انت هنا وانا ادخل جوه. والولد بيبص جنبه وبيلاقي عربيات كتير، وايوه بالظبط ده نفس شكل العربية اللي شافها جيهوان في الغابة. والبنت لما بتدخل بتلاقي التكييف شغال، وده معناه اللي كان في حد هنا، وبتلاقي تليفون ارضي، فبتقرر تطلب النجدة. المشكلة اللي هو بيطلب منها كود العميل علشان يقدر يتكلم. فمشعر اخضر بتبص بتلاقي بطاقة عليها شخص، وركزوا في الشخص ده علشان هنحتاجه. وطبعا بتاخد الكود وبتقوله للتليفون، ولما بتقوله بتبدأ تتكلم وبتقول ان الخزنة اللي وراكي فيها بندقية تستعمل للخطر فقط، والبندقية دي الطلق بتاعها مخصص لقتل الوحوش. وبتقول لو عاوزين دعم يجيلك في الجزيرة اضغط الشباك والنجمة في نفس الوقت. فطبعا بتفرح اللي هيجي حد علشان يساعدهم، وبيدخل صديقها وبتقول له اللي احنا هنهرب من هنا. وبالفعل بتروح تضغط على النجمة والشباك في نفس الوقت، لكن صديقها بيدوس الغاء المكالمة، فطبعا بتتصدم. وبنعرف لما كان صديقها بره لوحده بيلاقي شخص مقتول جوه العربية، فطبعا بيتخض وبيقع، وبيكون في شخص وراه وبنعرف اللي هو رقم 5، وطبعا على طول بيقتله وبياخد شخصيته. فطبعا بتسأله عن صديقها، لكن بيقول لها اللي هو قتله، وبيكون عارف اللي هي كانت بتحبه لكن هو كان بيحب واحدة تاني. وبيقول لها علشان انا خدت مشاعره فدلوقتي انا اللي بحبك، فما بيرضاش يقتلها. وبيقول لها اللي انا اديكي فرصة علشان تهربي، وبيروح علشان ينام. وبيقول لها لو صحيت ولقيتك لسه موجودة هقتلك. فام شعر اخضر بتفكر في المكالمة اللي سمعتها واللي كانت بتقول ان في بندقية لقتل الوحوش، وبتفتكر جيهوان لما جه وقتل الوحوش بيها، وبتتأكد اللي هو نام، وبتقرر تروح تفتح الخزنة وتاخد البندقية. وبالفعل بتفتحها، لكن المشكلة ان البندقية ما بتكونش موجودة، والبندقية اللي كانت بتتكلم عليها مع جيهوان. وبتبص جنبها بتلاقي الوحش صحي وبيقول لها انا اديتك فرصة لكن انت عاوزة تموتي. فعلى طول بتكسر الشباك وبتطلع تجري، لكن بيحدف عليها جثة صديقها. وبتبص جنبها وبتلاقي سيونغ واللي معاه، وطبعا سيونغ بيفتكر اللي هي وحش وقتلت الشخص ده، ولسه رايحة تقوله اللي هي مش وحش، فسيونغ بيضربها بالعصاية في دماغها. فبتحاول تقسم لهم ان في وحش بيطاردها وهو اللي عمل كده فيه، والوحش بيكون بيراقبها، وسيونغ برضو ما بيصدقهاش وبيكون عاوز يقتلها. فبتقرر تهرب وتسيبهم، وكان رايح يجري
بيجري وراها، لكن صديقه بيحوشه وبيقول له ان هي مش وحش. فبنلاقي السيونغ بيقول لا يهم، انا عاوز اقتل اي شخص على الجزيرة دي، وده الحل الوحيد علشان نعيش كلنا. نرجع بقى لأم شعر اخضر اللي كانت بتحاول تهرب، لكن رقم 5 بيمسكها من رقبتها وبيتأسف لها اللي هو هيقتلها. وطبعا هو بيتأسف لها علشان هو واخد مشاعر صديقها، وبتكون خلاص اتخنقت ورايحة تموت. لكن مرة واحدة بتحصل طاقة غريبة والمجسم بتاعه بيتقطع، وبيبص بيلاقي صفر ملك الوحوش، فبيفتكره شخص عادي وبيهجم عليه. لكن صفر بيعمل قوة غريبة وما بيخليش المجسم حتى يلمسه، وبيردله الهجوم، وحرفيا دراعه بينفجر. وبيتساءل هو مين الشخص ده، وبيعرف اللي هو مش طبيعي، فبيقرر يهرب من المكان ده. ولما بيهرب صفر بيبص على البنت وبيعرف ان هي عندها اصابات خطيرة، فبيقرر يعالجها. ودي معلومة جديدة، صفر يقدر يعالج اي شخص حتى لو رايح يموت. نرجع بقى لرقم 5 اللي بيكون بين الحياة والموت، وبيجيله قائده رقم 1، ورقم 1 بيفتكر ان فتى البندقية اللي عمل فيه كده، فبيقول له ليس هو، شخص اخطر بكتير من فتى البندقية. وبيقول له اللي عمل فيا كده هو ملك الوحوش، وبيقول له اللي انا على وشك الموت، دراعي مش راضي يتعالج. وبيقول له خد ذكرياتي انا واعرف بنفسك هو عمل فيا ايه. وبيقول له قبل ما اموت انا عاوزك تنتقم منه. ورقم 1 بيقرر ياخد ذكرياته علشان يعرف ايه اللي حصل بالظبط. ولما بياخد ذكرياته بيتصدم، بيعرف ان ملك الوحوش ده عنده قوة جبارة. ولما صديقه بيقول له انت شفت ايه، بيقول له اللي انا مش هقدر اشرح لك، اللي شفت ده معرفش اوصفه لك، تجسيد لملك الوحوش. وبيقول اللي هو لازما ياخد قوته علشان يستولى على العالم وينتقم من البشر كلهم. نرجع بقى للمدرسين اللي كانوا مستخبيين في الحمام، والمدرسة الطيبة بتقول ما ينفعش نفضل مستخبيين كده، لازما نطلع نساعد الطلاب. لكن المدرسة الشريرة ام نضارة بتقول احنا مش في ايدينا حاجة نعملها، لازما ننتظر الشرطة لغاية ما تيجي. المشكلة اللي في حد بيفتح عليهم الباب، ولما بيبصوا بيلاقوا جيهوان، فالمدرسة بتطمن وبتطلع ليه، لكن جيهوان بيصوب عليها البندقية. وبالرغم اللي هو عرف اللي هي المدرسة بتاعته، لكن مازال مصوب البندقية وبينادي على كينغ. فكينغ بتمسك سهم وبتضربه في دراع المدرسة بتاعتها. وبيجي لنا فلاش باك لما جيهوان وكينغ قتلوا ميرا، وكانوا عاوزين يتأكدوا الشخص اللي قدامهم وحش ولا لا، فبيلاقوا صديق ليهم ميت. فكينغ بتقرر تجرب فيه رصاص البندقية وما بيحصل لهوش حاجة، فده معناه ان رصاص البندقية بيقتل الوحوش فقط ما بيقتلش البشر. فالمدرسة المنضرة بتسأل جيهوان انت لقيت البندقية دي فين، فبيقرر ياخدهم عند المكان اللي لقى فيه البندقية، وبيشاور تحت وبيقول لهم اللي انا وقعت في المكان ده، ولما وقعت لقيت البندقية. فطبعا بيستغربوا ازاي وقعت كل المسافة دي وما اتصبتش اصابات خطيرة، وركزوا في الحتة دي ازاي فعلا جيهوان وقع كل المسافة دي بدون اصابات. فبيقرروا يشوفوا ايه اللي جوه العربية، وبيخلوا المدرسة الطيبة بره تحرسهم، وبيلاقوا انابيب كتيرة، وبيستنتجوا ان الانابيب دي كانت جواها الوحوش، لكن لسبب ما اتحرروا وهربوا في الجزيرة. والمدرسة اللي بره بتلاقي شخص ميت، فطبعا بتتخض وبتصوت، وبيجروا عليها وبيلاقوا الشخص اللي انا قلت لكم ركزوا معاه، اللي ام شعر اخضر لقت الصورة بتاعته في البطاقة. يعني الشخص ده هو صاحب البندقية لكن مات من الوحوش، والبندقية بتاعته جيهوان لقاها، وجيهوان بيلاقي في ايديه تليفون، ولما بيفتحوا لحسن الحظ ما بيلاقيش فيه باسورد. وركزوا في الحتة دي علشان الحتة دي اهم حتة، مش في قصة شوت جان بوي لوحدها، لا ده كمان في قصة سويت هوم، بداية قصة الوحوش. جيهوان بيلاقي تسجيلات صوت، وبنعرف ان التسجيلات دي للشخص اللي مقتول قدامهم،
وبنعرف بقى قصة الوحوش، سبب بداية الوحوش بسبب التجارب الفاشلة بتاعة العلماء، واخترعوا صفر، شخصية عندها قوة وقدرات خرافية، وكان الهدف من صنعه اللي هو يدي السعادة للشخص اللي قدامه، يفعل حاجة جواه واللي هي الوهم، يعني السعادة الأبدية مقابل حياتك في الدنيا. أفهمكم أكتر، يعني الست دي مثلا ابنها مات، صفر بيقرر يوديها في عالم وهمي تعيش مع ابنها في سعادة أبدية، لكن في المقابل بيخليها وحش، وبعد ما تحقق كل رغباتها بتتحول لبيضة، والبيضة دي علشان ما احرقش عليكم هنعرف بتكون جواها ايه في قصة سويت هوم. وصفر بيكون عنده قدرات خرافية لدرجة اللي بيضربوا عليه بالنار وبيقدر يصد الرصاص، ولما بيجربوا حرفيا يولعوا فيه بيعالج نفسه تاني، والسبب مجهول، ما بيكونش فيه اشارة لما بيكون صاحي، لكن لما بيكون نايم الاشارة بتشتغل. يعني زي ما تقول كده اخترعوا ملك يحكم العالم، وبيعملوا تجارب على الوحوش اللي احنا شفناها على الجزيرة، بيخلوا صفر يحولهم لوحش، وبيكونوا متعصبين جدا من البشر وعاوزين ينتقموا. وطبعا احنا بنفهم اللي صفر فعل سيونغ قوة الوحوش، وده علشان صفر لاحظ اللي هو حياته بائسة، لكن سيونغ بيكون عنده قوة الإيقاظ اللي احنا اتكلمنا عليها في أول القصة، يعني يقدر يتحكم في الوحش اللي جواه، يعني هو اللي هيقدر يسيطر على الرغبة بتاعته، وهيكون وحش قوي في المستقبل زي الوحوش اللي شفناها في المسرح. والتسجيل الأولاني بيخلص فبيشغلوا التسجيل التاني، وهنا بتكون الصدمة، بيلاقوا الشخص بيزعق وبيقول إن الوحوش هربت وكسروا الأنابيب اللي احنا شفناها، وبيقول إن الوحوش كلها دلوقتي في الجزيرة، لكن الأهم من كل ده صفر هرب، وصفر ده أخطر واحد فيهم، واللي يلاقيه لازما يقتله في اسرع وقت. وصفر بيكون قدام ام شعر اخضر وبيكون عالجها، فطبعا ام شعر اخضر ما بتكونش عارفه اللي هو ملك الوحوش، وبتقول هو فين الوحش اللي كان خانقني، فبتبص على صفر وبتقول له من انت، فبيقول لها انا صفر. وصفر بيلاحظ ان في دخان، وبنعرف ان الدخان ده كايدن وشفيق قرروا يولعوه، وده علشان يلفتوا انتباه الوحوش، وبالفعل الوحوش بتلاحظ وجود الدخان، ورقم 1 بيقول لرقم 4 يروح يقتل اي شخص يلاقيه في الجزيرة، وبيقول لرقم 3 يروح عند الدخان ويشوف ايه مصدره، لكن بيقول له سيب لي واحد بس اقدر اتجسد في شخصيته. ولما بيسأله من هو فبيقول له انت هتعرفه من قوته الكبيرة، وبيكون قصده على سيونغ، وده علشان صديقه شاف قوته الكبيرة، وطبعا هو عارف كل ده علشان خد دمه وذكرياته. نرجع بقى لسيونغ اللي كان ماشي ومرة واحدة بيحس بدوخة، وبيلاقي مناخيره بتخر في دم، وده معناه اللي هو قرب يتحول لوحش، وطبعا بيفقد الوعي، وبيجيله فلاش باك، وبنعرف قصة سيونغ اللي هو كان طالب ذكي جدا، لكن ابوه كان بيفضل اخوه عنه وما كانش مديله اي اهتمام، فطبعا بيزعل جدا، بيجيله شعور الحقد والكره ناحية اخوه. وفي مرة كان في عربية رايحة تخبطه، لكن اخوه بيزقه وبيتخبط مكانه، وبالرغم اللي هو كان في المستشفى لكن سيونغ بيقرر يخلص عليه، وده علشان ابوه يحبه تاني. فطبعا سيونغ بيستغرب اللي ليه بيتذكر الحاجات دي، وبيبص جنبه بيلاقي صفر، فبيسأله من انت، فصفر بيقول له انا روحك، يعني انا هو انت. وطبعا احنا بنكون عارفين في قصة سويت هوم ان روح الشخص بتحاول تسيطر عليه علشان تخليه وحش بلا وعي، لكن لو عنده ارادة قوية هيقدر يسيطر على الوحش اللي جواه، وفي الحقيقة بيكون فاقد الوعي بيصارع كل ده في خياله. نرجع بقى لكايدن وشفيق اللي بيلاقوا جثث بنات مرمية على الارض، وبنعرف اللي دولت اصدقاء ميرا اللي ميرا قتلتهم، لكن بيكون في جثث
جثة مرمية هناك. والصدمة هنا اللي بتكون البنت اللي مع سيونغ، وبنعرف ايه اللي حصل بالظبط. بعد ما كانت بتحاول تهرب من ميرا، في وحش تاني بيقتلها وبياخد كل دمها، وبنعرف ان الوحش ده هو رقم 6. يعني طوال الوقت ده كان متجسد بشخصية البنت علشان يراقب سيونغ، فبنلاقيه بيبص على سيونغ وبيعرف ان هو جواه وحش. ودي معلومة جديدة ان الوحوش بتشعر ببعض، وبيعرف ان الوحش اللي جوه سيونغ وحش مميز، الوحش المستيقظ اللي اتكلمنا عليه. وطبعا اصدقاء سيونغ بيعرفوا ان دي كانت وحش طوال الوقت ده، وبتهددهم لو قالوا لسيونغ اللي انا وحش هتخلص عليهم. فبنلاقي المتنمر العملاق بيقول لها اللي هي تسيب صديقهم سيونغ في حاله، لكن بتضرب المجسم جنبه حرفيا بيتصدم. نرجع بقى لجيهوان واللي معاه اللي بيروحوا عند مكان الحريق، لكن بنلاحظ اللي فيه حد بيراقبهم وعلى طول بيهجم على جيهوان. وبنعرف اللي هو مدير المدرسة، وبنعرف اللي هو خايف من الوحوش وعاوز ياخد البندقية من جيهوان، وبيكون معاه الولد التخين، لكن كينغ بتتولى امره وجيهوان بيزق مدير المدرسة. المشكلة لما بيعملوا صوت بيسمعهم وحش وبيجي عليهم، وبيكون رقم 4 بيبص على جيهوان وبيكون عاوز ينتقم منه علشان قتل صديقه. فجيهوان بيمسك البندقية وبينشل عليه، ولسه بيفكر وبيقول اللي هو معاه 23 رصاصة ومش عاوز يحضر الرصاص علشان يقتل كل الوحوش. المشكلة اللي مدير المدرسة بيضربه بالدماغ وبياخد منه البندقية، وبيقول دلوقتي هي بقت ملكي. بيصوب على الوحش وبيفضل يضرب طلقات بشكل عشوائي، حرفيا بيخلص نص رصاص البندقية، والوحش بيقرب منه وبيخلع دماغه من مكانها. المشكلة اللي هو بيمسك البندقية وبيكون رايح يكسرها وخلاص كده، لكن لحسن الحظ بيلاقي سهم في كتفه، وطبعا كينغ هي اللي ضربت السهم، ولسه بيتعصب منها بيسمع صوت موسيقى وراه، وبيطلع شفيق اللي كان مع كايدن. وطبعا الوحش بيستغرب وبيكون كايدن وراه ورايح يضربه بالسكينة. الوحش بياخد باله لكن بيقطع صوابعه، ولحسن الحظ بيقدر يوقع البندقية منه، وجيهوان بيمسكها تاني. وكايدن الشجاع بيحاول يلهي الوحش على قد ما يقدر. الوحش بيستغرب من شجاعته الكبيرة لكن بيكون رايح يقتله، لكن لحسن الحظ السهم بتاع كينغ بينفجر وطبعا بيقطع دراعه، وده علشان السهم بتاع كينغ بيكون فيه رصاص البندقية. الوحش بيتألم وبيزق كايدن وبيقرر يعمل الفينش بتاعه، بيملى المكان كله دخان، وده علشان يكون من الصعب اللي هم يشوفوه. فبنلاقي شفيق بيعزف وبيقول لهم ان المكان هنا آمن. المشكلة ان الوحش بيسمعه وبيكون رايح يقتله، فالوحش بيبص جنبه بيلاقي جيهوان مصوب عليه، وعلى طول ما بيستناش وبيضربه في كل رجله. فالوحش بيتألم وبيقرر يقطع رجله، وبتطلع رجل جديدة وبيكون متعصب من جيهوان. المشكلة اللي هو بيحدف رجليه على جيهوان، وطبعا علشان رجليه كانت ورمة فبتنفجر قدام جيهوان. وبنلاحظ ان رقم 4 بيكون رايح يقتل جيهوان، لكن بنلاحظ ان المدرسة الطيبة بتزق جيهوان، بتقرر تاخد الضربة مكانه، حرفيا بتطير. جيهوان طبعا بيزعل عليها وبيلاحظ ان رقم 4 بيهرب، وبيبص عليها بيلاقيها بتطلع في الروح وبتقول اللي احنا كمدرسين ده واجبنا اللي احنا نحمي الاطفال. المشكلة اللي هي بتموت. جيهوان بيفتكر اللي هي الوحيدة اللي كانت بتعامله كويس، فبيقرر يروح ينتقم ويقتل رقم 4. وكينغ كانت رايحة تروح وراه، لكن شفيق بيقول لها اللي ما ينفعش تروح لوحدك. وبنلاحظ ان كايدن فاق وبيقرر يروح معاهم. نرجع بقى الرقم 4 اللي بيكون متعصب من فتى البندقية، وبيتصدم لما بيلاقي قدامه شخص، وطبعا بيكون هو 0، لكن طبعا هو ما بيكونش عارفه. ولما بيسأله انت مين بيقول له انا 0، على طول بيتصدم وبيهجم عليه. وده طبعا علشان سمع رقم 5 بيقول اللي هو قابل شخص اسمه 0 قوي جدا، فبيقرر يقتله قبل ما يستعمل قدراته. المشكلة اللي بيبص جنبه بيلاقي جيهوان مصوب عليه، على طول ما بيستناش وبيضربه في كل جسمه كله بينفجر، وبنلاحظ ان دماغه بتطير. فجيهوان
جيهوان بيروح قدام سفر وبيتساءل هو ايه اللي جاب طفل في الجزيرة، ولما بيلاحظ اللي هو فاقد الوعي بيحاول يفوقه، لكن بيبص على الجاكيت وبيتصدم. بيعرف ان الجاكيت اللي هو لابسه ده جاكيت الشخص اللي شافوه مقتول، وبيعرف ان هو ده السفر اللي التسجيل الصوتي كان بيتكلم عليه. وبيفتكر لما قال لو حد لقاه لازما يقتله في اسرع وقت، وبيصوب عليه وبيكون عاوز يقتله، لكن بيلاحظ اللي هو متصاب اصابة خطيرة، فطبعا ما بيقدرش يقتله وبيقرر يساعده. المشكلة وهو ماشي بنسمع صوت طعن، وبنلاقي مجسم اخترق جسم جيهوان، وبنعرف اللي هو رقم 4 اللي بيقرر ينتقم من جيهوان قبل ما يموت. وطبعا جيهوان بيفقد توازنه وبيقع بصفر. نرجع بقى لكينغ واللي معاها اللي بيلاقوا الدنيا كلها دمار، وكينغ بتكون خايفة على جيهوان وبتفتكر اللي هو حصل له حاجة. نرجع بقى لجيهوان اللي بيلاقي نفسه صحي، وطبعا بيستغرب وبيقول هي فين الطعنة اللي كانت في جسمي، وبيبص جنبه بيلاقي سفر باصص له بصة مرعبة، فطبعا بيتخض وبيصوب عليه البندقية. وجيهوان بيسأله هو انت اللي عالجتني؟ فبيهز دماغه فوق وتحت وبيقول له ايوه. فجيهوان بيهدى شوية وبيسأله انت ليه ساعدتني؟ لكن ما بيردش. فبيسأله هل تستطيع الكلام؟ فبيتكلم بصوت مرعب، تحس ان صوت ولد وبنت بيتكلموا في نفس الوقت. وجيهوان بينبهر جدا بقدرة الشفاء اللي عنده، لكن بيفتكر المدرسة بتاعته اللي خدت الضربة مكان جيهوان، فبيقول له ان المدرسة بتاعتي اتصابت اصابة خطيرة وعاوزك تعالجها، لكن سفر بيقول له ان فات الاوان، دلوقتي هي ماتت. وبنعرف ان سفر بيقدر يشعر بالبشر، فبيزعل جيهوان وبيقعد تاني، وبيلاحظ ان سفر سقعان، فبيطلع حاجة من شنطته وبيغطيه بيها، وبيروح يمسك التليفون لكن بتكون الشبكة لسه ما جاتش. فبيبص على سفر بيلاقيه نام، وبيلاحظ اللي هو متعور في رجله، وده بسبب المشي بدون حذاء. فبيفتكر لما كينغ ربطت رجله، فبيقرر يساعده ويعالج رجله، وبيكون شايفه مجرد طفل بريء. ومفاجأة لما سفر بينام بنلاقي الشبكة جات والرسايل بتبدأ تتبعت، فطبعا جيهوان بيسمع صوت الرسايل وبيتصدم، بيمسك التليفون وبيعرف ان الاشارة رجعت، واول حاجة بيعملها بيتصل بالشرطة وبيحكي لهم على كل حاجة حصلت لهم، ان في وحوش على الجزيرة بيجروا ورانا، لكن طبعا الشرطي ما بيصدقهوش. ما الصراحة لو حطيت نفسك مكانه وانت كشرطي لقيت واحد بيتصل بيك الساعة 2 بالليل وبيقولك ان في وحوش بيجروا ورايا على الجزيرة، انت على طول هتقول له الحشيش تمام. فلما ما بتصدقهوش الشرطة بيقرر يتصل بصديقه هيوك، ولما بيرد طبعا بيستغرب ان هو بيتصل في وقت متأخر زي ده. فجيهوان بيحكي له كل اللي بيحصل معاه، فطبعا ما بيصدقهوش وبيقول له انت بدأت تشرب مع السيونغ ولا ايه؟ فجيهوان بيقرر يوري له البندقية علشان يصدقه، وبيقول له ان الموضوع حقيقي ولازم تصدقني وتطلب النجدة. المشكلة ان سفر بيصحى، وطبعا لما بيصحى الشبكة بتتقطع على طول، وجيهوان بيستغرب فبيبص وراه بيلاقي سفر صحي وبيفهم كل حاجة، ان الوحوش هي المسؤولة عن قطع الشبكة، وبيقول له روح نام يا عم انت، انا عاوز اكمل المكالمة بتاعتي. وركزوا في الحتة دي علشان من اهم الاحداث في القصة. وبنلاقي سفر بيقول لجيهوان اللي انت جواك وحش. طبعا جيهوان بيتصدم، فاكرين لما جيهوان وقع من مسافة بعيدة كان عنده اصابات خطيرة وبين الحياة والموت، لكن سفر بيقابله هنا وبيعرف اللي هو حياته بائسة، فبيقرر يعالجه ويخلي جواه وحش. والجملة اللي هيقولها سفر دي مبنية على القصة اللي جاية بتاعت سويت هوم، بيقول له اللي انا عاوز انقذ البشر كلهم. وطبعا جيهوان بيسأل ازاي هتنقذهم، فبيقول له اللي انا اقتل الجميع. وبيقول له انت برضو يا جيهوان فكرت بكده لما جيهوان في اول القصة حلم اللي هو قتل كل اصدقائه. نرجع بقى لسيونغ اللي بيصحى من الغيبوبة، وطبعا لغاية دلوقتي ما بيكونش عارف اللي هو جواه وحش، وبيكملوا طريقهم وصديقه بيكون عاوز يقوله ان البنت دي وحش لكن بيكون خايف من تهديدها، فبيسمع صوت ناس بيتكلموا على اخر الطريق، فبيقول لصديقه الضعيف يروح يشوف ايه الصوت اللي هناك ده. ولما بيروح بيلاقي كينغ مصوبة عليه وبتفتكر اللي هو وحش، لكن بيقول لها اللي
هو مش وحش. وكينغ بتلاقي سيونغ واللي معاه فبتمسك السهم وبتضربه في دراعه، وطبعا الكل بيستغرب، فبتقول لهم ان السهم ده فيه رصاص البندقية ولازم نضربكم كلكم بالسهم علشان نتأكد انكم وحوش ولا لا. وطبعا البنت دي بتتصدم وده علشان هي وحش، لكن سيونغ بيعترض وبيقول لهم ما يمكن انتوا وحوش وبتضحكوا علينا. فبنلاقي صديق سيونغ بيروح عند كينغ وبيكون عاوز يقول لها ان البنت اللي وراها دي وحش، لكن بيتخيل اللي هو قال لها وقتلت الجميع. فبيبص لصديقه وبيقول له ما تقولش، فبيغير الموضوع وما بيرضاش يقول لهم. وطبعا كينغ بتستغرب جدا وكل واحد منهم بيروح من طريق، وكينغ بتكون متأكدة ان العملاق ده مخبي حاجة عاوز يقولها. نرجع بقى لرقم 3 اللي بيدور على صديقه رقم 4 وبيلاقيه بالشكل ده، ومفاجأة اللي هو بيكون لسه عايش، لكن بيقول له اللي انا مش عايش لفترة طويلة. ولما بيسأله مين اللي عمل فيك كده بيقول له فتى البندقية، لكن بيقول له اللي هو تولى امره وضربه بالمجسم، وطبعا بيكون فاكر اللي هو مات، لكن طبعا ما يعرفش ان سفر عالجه. فرقم 3 بيقول اللي هو هيروح علشان يقتل سفر وياخد قوته. ارجع بقى لسفر اللي كان بيقول لجيهوان ان الحل اللي هو يقتل كل البشر، لكن جيهوان بيحاول يفهمه ان ده مش حل، وبيقول له اللي هو كويس وما فيهوش اي حاجه. فسفر بيحس بوجود وحش هنا، ولما بيبص وراه بيلاقي رقم 3 اللي بيتفاجئ ان جيهوان لسه عايش وبيكون رايح يوقع الكهف عليهم، لكن جيهوان بيضربه بالبندقيه. وبنعرف اللي هو كان عامل حسابه وماسك حجر عملاق كدرع ليه وبيحدفه على جيهوان، لكن سفر بيحميه وما بيخليش الحجر يجي عليه وبيزق رقم 3. المشكلة ان الكهف بيكون رايح يقع عليهم، وبالرغم اللي يمكن سفر يساعد جيهوان ويطلع بره الكهف، لكن جيهوان بيمسك ايد سفر وبيحاول ينقذه. المشكلة ان جيهوان بيتكعبل وبيقع وبيطلع بره الكهف، ولما بيبص وراه هنا بتكون الصدمة، بيلاقي كل الكهف وقع على سفر، وبيسمع حد بيسقف وبيطلع رقم 3 بيقول له شكرا انك قتلتلي سفر، وبيقول له اللي هو كان هيقدر ينقذ نفسه لكن انت اللي قتلته. فجيهوان بيتعصب وبيصوب عليه ومرة واحدة بيختفي. بنعرف ان قدرة رقم 3 هي السرعة، بيجري بسرعة البرق. جيهوان ما بيكونش قادر يبص عليه، بيحاول يدور عليه لكن ما بيلاقهوش، بيهجم عليه وبيستهدف البندقية وبيقول له اللي انت دلوقتي بدون بندقية، وبيكون رايح يخلص عليه لكن بيتضرب بالسهم في كتفه، وطبعا بتطلع كينغ ودراعه بينفجر بسبب الرصاص اللي موجود في السهم، فبيقرر يهرب. وكينغ لما بتشوف جيهوان بتفرح على طول، بتحضنه وبتقول له اللي انا افتكرتك مت. وكينغ بتسأله مين الشخص ده، فجيهوان بيقول لها ان ده هو سفر. فكينغ بتقول له اللي احنا لازم نتخلص منه، لكن جيهوان بيمنعها، بيقول لها اللي هو مش خطر علينا، وبيقول اللي هو انقذني لما الوحش هجم عليا بالمجسم هو عالجني. فكينغ بتفكره بالتسجيل اللي سمعوه واللي كان بيقول اللي يلاقي سفر لازما يقتله علشان خطير جدا. وجيهوان بيفتكر لما سفر كان بيقوله اللي هو عاوز يقتل البشر. المشكلة ان سفر بيصحى وطبعا الكل بيتصدم من قوته، وعلشان بيشعر بالبشر فبيشعر ان كينغ تهديد عليه، لكن جيهوان بيحميها وبيقول له اللي هي صديقتي. المشكلة ان سفر بيلاقيها مصوبة عليه، ولما بيلاحظ رصاص البندقية بيخاف وبيزق كينغ على الشجرة، وطبعا جيهوان بيروح يطمن عليها. فكايدن لما بيشوف كينغ بالشكل ده بيقرر يهجم عليه، لكن بيقطع له دراعاته، والشفيه بيقرر ينقذ كايدن وبيكسر رجليه بكل سهولة. وجيهوان بيطمن على كينغ وبيعرف اللي هي لسه عايشة، ولما بيبص وراه بيتصدم، بيلاقي كايدن وشفيه في حالة لا يرثى لها. فجيهوان بيصوب عليه وبيقول له اللي دول
دولت اصدقائي وما ينفعش تعمل فيهم كده. وبيقول له اللي انا مش عاوز اقتلك علشان انت برضو صديقي، وبيحاول يفهمه اللي غلط اللي هو بيعمله ده. فالسفر بيدخله جوه فلاش باك علشان يفهمه قصته. وبنعرف ان الحكومة بعد ما اخترعت سفر بتقرر تعمل تجربة فيه وتخليه يعيش في وسط البشر، عاوزين يشوفوه هيتصرف ازاي. وطبعا علشان ما بيكونش فاهم اي حاجة بيكون ماشي بدون ملابس، فبنلاقي شخص بيغطيه بحاجة وبتطلع ست طيبة. وسفر لما بيبص عليها بيعرف ان هي حزينة، والست بتقرر تاخده في البيت وتتبناه وتخليه زي طفلها. ولما بيجي جوزها بنعرف اللي هو شخص خنزير وبيضربها بدون سبب، والسفر بيعرف دلوقتي هي ليه حزينة، فبيقرر يساعدها من الشخص ده ويقتله. وبالفعل بيخلص عليه، بيفتكر اللي هو كده عمل حاجة كويسة، لكن بالعكس بتزعل عليه وبتقوله اللي انت وحش، بتقوله اللي هو يخرج من هنا بسرعة. والسفر طبعا بيزعل، بيكون قصده اللي هو يساعدها. والحكومة بتعرف ان سفر مفقود وبيقول لهم بلاغ اللي هو موجود في الغرفة دي. ولما بيفتحوا عليه بيتصدموا من اللي هم شايفينه. بنعرف اللي سفر عاوز يحول الناس كلها لوحوش، وده علشان يعيشوا حياة سعيدة في عالم الأوهام، لكن طبعا في المقابل اللي هم يكونوا وحوش. وبعد ما يحققوا كل أمانيهم بيتحولوا لبيضة. فجيهوان بيظهر له في مخيلته وبيقول له ان دي مش سعادة، وبيحاول يفهمه ان دي سعادة مزيفة، وبيديله مثال اللي هو بيكره حياته جدا علشان المتنمرين ووالده مريض. وبيقول لما وقعت من مسافة بعيدة كنت هموت، لكن انت لما عالجتني رجع لي الامل تاني للحياة ورحت وانقذت الجميع. يعني لو كنت في عالم الاوهام ما كانش هيحصل كده وكان اصدقائي يموتوا. وبيقول ان الشخص بيحاول يصنع سعادته بنفسه علشان لما يحقق هدفه بيحس بطعم السعادة الحقيقية. سفر بيقتنع بكلام جيهوان وبيعرف اللي هو اللي كان بيعمله ده غلط، وبيقرر ما يحولش اشخاص تانية لوحوش، وبيعالج كينغ وكايدن وشفيق. وجيهوان بيفرح منه وبيشكره، لكن سفر بيسأل سؤال مهم جدا: انا ايه هدفي في الحياة؟ يعني ايه سبب وجودي؟ فجيهوان بيحط ايديه على كتفه وبيقوله ان مفيش حد مهتم لسبب وجودك، عيش حياتك الخاصة في سلام وامان وحاول تجمع اصدقاء وتعيش في سعادة. فسفر بيسأله هل يمكنك ان تكون صديقي؟ فطبعا بيوافق. سفر بيفرح جدا، لكن هنا بتكون الصدمة، بنلاقي مجسم في ظهر سفر وحرفيا بيقطع سفر ل100 حتة. جيهوان بيتصدم وبنعرف اللي هو رقم 1 اقوى وحش بعد سفر. نرجع بقى للتخين والمدرسة اللي ما بيكونوش عارفين يتصرفوا ازاي، وبيلاقوا حد داخل عليهم وبتطلع شعر اخضر وبيقرروا يكملوا طريقهم مع بعض. نرجع بقى للحكومة اللي بيكونوا رايحين يساعدوا الناس اللي على الجزيرة، وده علشان بيكونوا مفقودين، لكن بيقول لهم اتصال من شخص مهم وبيقول لهم اللي هم يرجعوا ما يروحوش الجزيرة. والشخص ده هو بيكون مخترع سفر، وبنعرف اللي هو جايب رجال وداخل على الجزيرة، وبيعرف ان الجزيرة دي بتحتوي على مجموعة طلاب، وبيكون مش عاوز اي حد من العالم الخارجي يعرف بوجود الوحوش. المشكلة اللي هو بيقرر يقتل الجميع، يعني يبيد كل الناس اللي على الجزيرة، وحوش بقى او بشر مش فارقة معاه، كل اللي فارق معاه ان مفيش حد يعرف ان كان في وحوش. نرجع بقى لسفر اللي بيصحى تاني وطبعا بيتعالج بكل سهولة، وبيقول لجيهوان ان رقم 1 ده خطير جدا، وبيقول له خد اصحابك واهرب من هنا. وبنلاقي رقم 1 بينزل تحت الارض وبيعمل اشواك في المكان كله، وشفيق بيتصاب وكايدن بيسنده وبيقول اللي احنا لازم نهرب من هنا، لكن جيهوان ما بيكونش عاوز يسيب سفر لوحده، ورقم 1 بيكون رايح يهجم على سفر بمجسماته كلها، لكن سفر بيصد الضربة وبيطلعه من تحت الارض وبيدوس على الصخرة حرفيا بيفعصه بيها، وبيفتكر اللي هو مات، لكن بيطلع له وبيقول له اللي انت غبي جدا، ازاي تكون عندك قوة جبارة زي دي وتساعد شوية بشر ضعفاء؟ انا لو مكانك كنت استولى على العالم. فسفر بيهجم عليه
عليه وبيقطع له دراعه، لكن المفاجأة ان دراعه بيطلع بساعتها، وفاكرين لما هجم كده على صديقه مات على طول. وصفر طبعا بيستغرب من قوته الكبيرة دي. ورقم واحد بيعرفنا سر خطير، ان الوحوش ما بتاكلش البشر بس، لا دي كمان بتاكل الوحوش. وبيقول لما خد دم صديقه علشان يعرف ذكرياته حس بقوة كبيرة جدا، وطبعا ما بيرضاش يقول لأصدقائه كده علشان ما حدش فيهم يفكر ياخد قوة التاني، بيقرر يخلي السر ده لنفسه فقط. وبنعرف علشان كده بيكون عاوز ياكل سيونغ وجيهوان علشان هما الاتنين يعتبر وحوش زيه، وبيكون عاوز ياخد قوة صفر، وبيطلع مجسمين من جنب صفر وبيهجموا عليه هما الاتنين، وصفر بيصد وبيقول ان دي هي فرصته ولازما ياخد قوته، لكن بيلاحظ بوجود سام وبيتفاداه، وبيطلع كينغ وجيهوان اللي بيقرروا ما يسيبوش صديقهم صفر ويساعدوه. وجيهوان بيضرب طلقة بالبندقية بتيجي في كل جسمه كله بينفجر، لكن قبل ما يموت بيقرر يضرب جيهوان بالمجسم، وصفر بيروح وبيعالجه بكل سهولة. وكينغ بتتأسف لصفر علشان كانت فاكراه اللي هو شخص شرير، وبتديله الجاكيت بتاعها. وبعد ما بيمشوا بنلاحظ ان رقم واحد لسه عايش. نرجع بقى لرقم 3 اللي بيروح عند مصدر الدخان، وبيكون قاعد وبيتفرج على صورة اصدقائه، وبيكون زعلان جدا على اصدقائه اللي ماتوا. وبنلاحظ ان في ليزر قناصة متنشل عليه، ولما بيلاحظ كده بيبص وبيتضرب ودماغه بتنفجر، وبتطلع الجنود اللي عاوزة تخلص على كل اللي على الجزيرة. وطبعا علشان هما اللي مخترعين صفر، فهم نفس الاشخاص اللي اخترعوا الطلق الاخضر اللي بيقتل الوحوش بكل سهولة. نرجع بقى لسيونغ واللي معاه اللي بيلاقوا الحكومة ومعاهم طلاب، وواحد فيهم بيفرح ان الحكومة جات علشان تساعدهم، لكن مرة واحدة الحكومة بتقتل الطلاب حرفيا بيتصدموا. المشكلة ان واحد فيهم بيخاف وبيعمل صوت، فالحكومة بتسمعهم، وواحد فيهم بيروح علشان يتأكد هو في حد هنا ولا لا، فالبنت بتقول له اللي انت السبب، وبتزقه عند الجنود وبتجري وهم بيجروا وراها. وبنلاقي الحكومة بتطلع جهاز وبيشوفوه وحش ولا لا، ولما بيتأكدوا اللي هو مش وحش بيفهم كل حاجة، وبيتوقع اللي هم قتلوا الطلاب دولت علشان كانوا وحوش، لكن بيعرف اللي هم ما كانوش وحوش، كانوا مجرد بشر، وبيعرف اللي هو هيتقتل. نرجع بقى لسيونغ واللي معاه، والعملاق بيكون متعصب علشان رمت صديقهم، وبيقول لسيونغ اللي طوال الوقت ده هي مجرد وحش، فبتمسكه بالمجسم وبتقول له انا قلت لك لو قلت لسيونغ هقتلك. فسيونغ بيتساءل انت ليه مخبيه عني اللي انت وحش، يعني ده معناه اللي انت ما عندكيش نيه اللي انت تقتليني. فبتقول له اللي انت ذكي جدا، وبتقول له اللي انت جواك وحش مميز، وعندي فضول اعرف لما الوحش ده يكتمل هتكون قوته قد ايه. وبتقول له اللي هي عندها شعور اللي هي عاوزه تحميه مهما كلف الامر، لكن بتقول له بشرط واحد، لو عاوزني احميك اقتل صديقك ده. المشكله اللي سيونغ بيمسك العصايه وبيكون رايح يقتله، وبيدخل عليه وبيكون رايح يضربه، لكن بيقول له اهرب، وبيعكس الهجمه وبيضربها في وشها، وبيكون رايح يخلص عليها، لكن بتزقه برجله وبترفعه فوق وبتهدده لو عمل حاجه زي كده تاني هتقتله. وبتلاحظ من عروقه اللي هو قرب يتحول لوحش، ومره واحده بيظهر رقم واحد، ولسه بتحكي له اللي سيونغ جواه وحش قوي جدا، لكن طبعا بيكون عارف كل ده، وبيتأسف لها وهو بيشرب دمها، وبيقول لها اللي هو فقد كتير من قوته لما كان بيحارب صفر، ومحتاج دم الوحوش علشان يكون اقوى. فطبعا سيونغ بيستغرب ازاي وحش بياكل وحش، ورقم واحد بيفهم سيونغ اللي هو جواه وحش مميز، وبيقول ان برضو جيهوان جواه نفس الوحش، وبيكون هدفه اللي هو يلتهمهم هما الاتنين. نرجع بقى لجيهوان واللي معاه اللي بيلاقوا مرة واحدة الدنيا بتمطر وبيقرروا يستخبوا في كهف، فبيكونوا قاعدين وشفيق بينظف البتاع بتاعته، فبيلاقي صفر مستغرب من البتاع اللي هو ماسكها، وبيقرر يعزف له بيها، وبيعزف موسيقى حلوة
حلوة جدا وصفر بيعجبه العرض. فكايدن بيقول لهم ناموا شوية وانا احرسكم. ولما بيناموا صفر بيجي لجيهوان في نص الليل وبيقول له اللي احنا خايفين منه هيحصل. سيونغ اللي انت بتكرهه قرب يتحول لوحش قوي جدا لكن لسه في بداية تحوله. ولما رقم واحد بيهجم عليه بيصد المجسم لو كمان بيقطع المجسم بكل سهولة. وصفر بيكلم جيهوان وبيقول له ان في رغبة طيبة وشريرة، يعني لو انت قدرت تتحكم في الوحش اللي جواك هيكون عندك رغبة طيبة وهتقدر تتحكم في قوتك وهتساعد الجميع. لكن في رغبة تانية وهي الرغبة الشريرة اللي سيونغ بيملكها. نرجع بقى الرقم واحد اللي بيستغرب من قوته الكبيرة وبيتساءل هو بقى وحش زينا ولا ايه. وسيونغ بيقول اللي هو بيشعر اللي هو عاوز يقتل الجميع ودي هي الرغبة الشريرة. ومرة واحدة بيهجم على رقم واحد لكن رقم واحد بيطلع مجسمات من تحت الارض وبيكتفوا بيها وبيقول له اللي انت لسه في بداية قوتك وبيكون رايح يخلص عليه. لكن بنلاحظ ان ليزر القناصة على دماغه ولما بيجي يضرب على دماغه بيتفاداها وبيحدد مكان القناص. ومرة واحدة بينط وبيجي وراه وبيخلص عليه وبياخد سلاحه. ولما بيرجع لسيونغ بيلاقيه قطع المجسمات وهرب وبيعرف ان هو بقى قوي جدا. نرجع بقى لجيهوان اللي بيفتكر ان صفر بيشعر بالبشر وبيسألوه ايه اقرب بشر لينا وده طبعا علشان ينقذوا الجميع. وصفر بيعرف يحدد اقرب بشر ليهم اللي هي ام شعر اخضر واللي معاها اللي بتقرر تاخد المدرسة والولد التخين عند المكان اللي كانت فيه. وبيلاحظوا بوجود اثر اقدام لكن بتكون اثر الجنود اللي عاوزة تقتل كل اللي على الجزيرة. ولما المدرسة بتعرف ان في جنود جم هنا بتفرح وبتروح عليهم فطبعا بيتخضوا منها وبيصوبوا عليها لكن بتقول لهم اللي هي مش وحش وبتطلب منهم المساعدة من الوحوش وبتنادي على الاطفال فبياخدوهم لمكان ما. وام شعر اخضر بتسأل الجندي سؤال فبيقول لها اخرسي فطبعا بتستغرب من اسلوبه الغريب. والولد التخين بيلاقي يافطة مكتوب عليها المحرقة وبيعرفوا ان الجنود دولت مش ناويين على خير. نرجع بقى لجيهوان واللي معاه اللي بيروحوا المكان اللي هم فيه. ونرجع بقى لسيونغ اللي لغاية دلوقتي بيهرب من رقم واحد وبيحس اللي هو عنده طاقة وقوة كبيرة لدرجة اللي هو بيضرب شجرة وبيكسرها بكل سهولة وبيستغرب جدا من القوة اللي عنده دي. وبيبص وراه بيلاقي اخوه وطبعا كل ده بيكون في خياله بس، يعني اخوه اللي ظاهر له ده مجرد وهم ودي من اعراض الوحوش بيفضل يتخيل في حاجات مش بتحصل ولو الاوهام دي سيطرت عليه هيكون وحش بلا وعي. فسيونغ بيضرب نفسه علشان يرجع لوعيه وبالفعل بنلاقي اخوه بيتضرب وبيبدأ يتلاشى وده نفس اللي كان بيحصل في سويت هوم لما هيون كان بيتخيل اوهام بسبب اللي هو جواه وحش والاوهام بتبدأ تسيطر عليه وكان رايح يتحول لوحش بلا وعي لكن صديقه بيجي وبيضربه في بطنه وبيرجعه لوعيه. نرجع بقى للجنود اللي مرة واحدة بيصوبوا عليهم لكن الولد التخين بينط على جندي وبيمنعه من اطلاق النار وبيقول لام شعر اخضر اهربي انتي وبالفعل بتيجي تجري لكن الجندي بيضرب بظهر السلاح في وش الولد وبيضرب بالسلاح على ام شعر اخضر قبل ما تهرب لكن بنلاحظ اللي هو ضربها بالرصاص الاخضر وبيقول اللي هو نسي يحول الرصاص الاخضر للرصاص العادي لكن برضو بيعمل لها اصابات خطيرة وبتنزف وبتحاول تهرب وتطلب المساعدة. وبتلاحظ ان الاسانسير بيتفتح وبيطلع صفر منه وعلى طول بيعالجها وبتقول لهم ان المدرسة والولد التخين في خطر فبيروحوا بسرعة علشان ينقذوهم وبيلاقوا مرة واحدة الجنود مصوبين عليهم وبيضربوهم بالنار لكن لحسن الحظ صفر بيحميهم من الرصاص وبيعرفوا ان ده ملك الوحوش وبيقرروا يهربوا. واحد فيهم قبل ما يهرب بيحدف عليهم قنبلة. المشكلة القنبلة بتقع جنب الولد التخين فالمدرسة بتفتكر لما صديقتها ضحت بحياتها علشان طالب فبتقرر تنط على القنبلة علشان تاخد كل الضرر وتحمي الطلاب وبالفعل بنسمع صوت انفجار. المفاجأة ان المدرسة بتصحى وبتكون مستغربة وكينغ بتقول لها ان صفر هو اللي انقذك. قبل ما القنبلة تنفجر صفر بيمسكها وبيوديها بعيد
فبنلاقي الولد التخين بيشكر المدرسة علشان كانت هتضحي بحياتها عشانه. نرجع بقى لصديق سيونغ اللي مرة واحدة بيلاقي سيونغ قدامه وبيلاحظوا ان في جنود هنا. فسيونغ بيتكلم بطريقة مرعبة وبيقول اللي هو عاوز يتخلص من الجنود قبل ما هم يخلصوا عليه. وصديقه بيستغرب من طريقة كلامه الغريبة وبيتساءل هو سيونغ بقى واحد من الوحوش ولا ايه. وبيؤمر صديقه اللي هو هيقف عند الشجرة اللي هناك دي وهيعمل نفسه طعم قدام الجنود وسيونغ هيخلص عليهم. وبالفعل بيطلع على الشجرة وبيطلب المساعدة من الجنود. فالجنود بتقدم عليه وفجأة واحد فيهم بيختفي. فبيبص وراه وبيتساءل هو راح فين صديقه. فبيسأل صديقه التاني لكن سيونغ بيكون وراه وبيطير دماغه وبيروح وبيقتل الأخير. فصديقه طبعا بيتصدم وبيبدأ يخاف منه وبيقول ان سيونغ خلاص بقى وحش. فبيخاف وبيهرب منه. لكن المشكلة ان سيونغ بيمسك سلاح من الجنود وبيضربه بيه والرصاصة بتيجي في ظهره. وبيلاحظ اللي هو ضربه برصاص لونه اخضر وطبعا هو ما يعرفش يعني ايه رصاص لونه اخضر. فبيدوس على رصاصة منهم وبتتكسر وبيلاحظ ان ايديه بتتحرق وطبعا علشان هو بقى وحش. فبيروح بسرعة يحط ايديه في المية وبتهدى شوية وبيعرف ان الرصاص الاخضر ده بيقتل الوحوش. وبيقول اللي دلوقتي هيقدر يقتل رقم واحد. نرجع بقى للجيهوان واللي معاه اللي بيدخلوا غرفة وبيقرروا يستريحوا فيها. وسفر بيقول لجيهوان اللي هو بيشعر ان في رغبة اتفعلت والجيهوان طبعا ما بيكونش فاهم حاجة. فبيقرر يوريله اللي هو شايفه وبنعرف اللي سيونغ الرغبة سيطرت عليه وبقى عنده شعور اللي هو عاوز يقتل اي شخص في الجزيرة. وبالفعل بيجري ورا الطلاب اللي في الجزيرة وبيقتلهم. فجيهوان بيتعصب جدا منه وبيقول اللي احنا لازم نروح ونوقفه بسرعة. وبيطلب من سفر اللي هو يجي معاه علشان يساعده بالرغم اللي سفر المفروض يستريح علشان استخدم طاقة كبيرة. نرجع بقى للجنود اللي كانوا رايحين يهربوا من الباب الخلفي. فبيلاحظوا حد داخل عليهم وبيطلع رقم واحد وعلى طول بيطلع اشواك من تحت الارض وبيخلص عليهم. نرجع بقى لسيونغ اللي بيكون عنده شعور بقتل المزيد. فبنلاقي كينغ وراه وبتصوب عليه والجيهوان بيكون الناحية التانية وبرضه بيصوب عليه وبيقول له اللي احنا مش عاوزين نقتلك لكن عاوزين نوقفك على اللي انت بتعمله. لكن مرة واحدة بيطلع سلاحه وبيضرب عليهم بالنار لكن سفر بيعمل حماية وبيصد الرصاص. وطبعا بيتفاجأ من قوة سفر وبيقرر يجري والجيهوان بيفضل يجري وراه لغاية ما بيمسكه. لكن سيونغ بيزقه وبيقول له اللي احنا دلوقتي واحد ضد واحد. وسيونغ بيقترح عليه اللي هم يقاتلوا بعض بدون استخدام اي حاجة يعني ولا يستخدموا قوة الوحوش ولا يستخدموا الاسلحة. وبيقول له لو انت كسبتني انا هتأسف لك على كل حاجة عملتها معاك. فالجيهوان بيصدقه وبيستعد للقتال. وسيونغ بيقول له اللي انا كنت بتنمر عليك طوال السنين دي علشان المتعة. فطبعا جيهوان بيتصدم وبيفتكر كل التنمر اللي كان بيتنمروا عليه طوال السنين دي وكل ده لأجل المتعة. فبيتعصب وبيدخل عليه علشان يضربه وبيضربه ضربة قوية جدا وبيطيره. نرجع بقى للمجموعة التانية اللي كانوا واخدين راحة ومرة واحدة بينزل عليهم حد من فوق وبيطلع رقم واحد وبنعرف اللي هو عاوز ياخد قوة سفر وبيسألهم اين سفر. فالمدرسة بتقول له اللي احنا ما نعرفش هو فين. فبنلاقيه بيقتل الولد التخين وبيقول لهم اللي هو ما عندوش وقت وانا اسألكم مرة تانية والمرة دي لو ما جاوبتوش هقتلكم كلكم اين سفر. فالمدرسة بتزعل على الطالب التخين وبتفتكر لما كان بيشكرها. فبتروح وبتقول له ان سفر راح علشان يوقف سيونغ. ولما بيسألها هو فين سيونغ بتقول له ان سفر بيقدر يشعر بأماكن الأشخاص. فطبعا بيستغرب من القدرة دي ورقم واحد علشان كان شارب كذا دم طالب فعارف ان المدرسة دي اكتر مدرسة مكروهة في المدرسة وده علشان هي بتكره الطلاب وما بتهتمش غير لنفسها وسابت جيهوان يتنمروا عليه وما رضيتش تساعده. لكن بتقوله اللي هي دلوقتي بقت مدرسة افضل وكانت هتساعد الطلاب وهتضحي بحياتها. فرقم واحد بيقول لها اللي انا هعمل معاكي صفقة
وبيقول لها يا اما تعيشي انت لوحدك وهقتل الجميع، او تضحي بحياتك وتسيب الجميع عايش. وبيقول لهم ان ده وعد وانا راجل في كلمتي. فبتطلب من كايدن السكينة وبتمسك السكينة وبتقرر تضحي بحياتها، لكن مرة واحدة بتدخل على رقم واحد علشان تقتله، لكن بيقتلها بكل سهولة والكل بيكون مرعوب منه. لكن بيقول لهم ما تخافوش، انا قلت اللي انا راجل في كلمتي. وركزوا في الحتة دي، قبل ما بيمشي بيقول ان البشرية ملهاش مستقبل، يعني كده كده كل البشر هيموتوا وهيكون في عالم مليء بالوحوش. وطبعا هو بيكون عنده حق، علشان قصة سويت هوم العالم كله بقى مليء بالوحوش. نرجع بقى لجيهوان اللي ضرب سيونغ، فسيونغ بيغش وبيقرر يستعمل قوة الوحوش وبيجي يهجم على جيهوان، لكن جيهوان بيمسك دراعه، وطبعا علشان برضو جيهوان جواه وحش فبيمسك دراعه بكل قوته وبيكسره وبيقول له اللي انا اللي كسبتك في القتال، وبيطلب منه اللي هو يتأسف له زي ما وعد. فبيقرر يغش تاني وبيجري علشان يمسك السلاح، ولسه رايح ينشل عليه بيلاقي جيهوان بيضربه بالبندقية والرصاصة بتيجي في السلاح بتاعه وبيوقعه، وبيقول له الرصاصة التانية هتكون فيك لو ما تأسفتش. فسيونغ بينزل على ركبته وبيتأسف له على كل حاجة عملها معاه، وجيهوان بيبدأ يسامحه وبينزل البندقية، لكن بيقرر يغدر بيه وبيكون مخبي قنبلة في جيبه وعاوز يقتله بيها. ومرة واحدة بيقوم وكان رايح يحدفها عليه، لكن حد بيضرب المجسم في دماغه وحرفيا بيشفط كل دمه وبيطلع رقم واحد، اللي بعد ما بياخد قوته بيحصل له حاجة غريبة، وده علشان واخد قوة واحد مستيقظ وبيلاقي نفسه قدام كوكب الارض وبيتوقع اللي هو بقى معاه قوة 0، وطبعا بيفرح جدا، لكن الازاز بيتكسر وبيعرف اللي هو لسه ما خدش قوة 0. وجيهوان بيكون رايح يضرب عليه، لكن بيصحى وبيتفاداها وبيهجم على جيهوان، لكن جيهوان بيستخبى ورا حجر عملاق، وجيهوان بيعرف ان ده هو اخر وحش متبقي ولازما يقتله قبل ما يطلع من بره الجزيرة ويقتل العالم كله. وبيضربه بالبندقية، لكن رقم واحد بيعمل درع وبيقطع الدرع وبيعمل غيره، وبيفضل يعمل كده لغاية اما بيقدر يقدم عليه وبيكون رايح يهجم عليه، لكن جيهوان بيتفادى الضربة. المشكلة اللي هو بيمسك جيهوان من رجله وبيقلبه وبيقول له ان نهايتك قربت، لكن جيهوان بيضربه في دماغه بالبندقية، حرفيا شكله بيكون مرعب وطبعا دماغه بتنفجر. واخيرا كده خلصنا من رقم واحد، لكن مرة واحدة جيهوان بيلاقي مجسمات بتطلع من تحت الارض وبتحوطه من كل مكان، ما بيكونش قادر يتنفس، بيكون خلاص بيفقد الوعي، بيحس بشعور كأنه بيغرق في المية، لكن لحسن الحظ السهم بيجي في المجسم وبينفجر، وصفر بيفتح المجسم علشان ينقذ جيهوان، وجيهوان على طول بيضرب في المجسم وبيخلص عليه. وبنلاحظ ان صفر بيكون تعبان جدا، وده علشان استخدم طاقة كبيرة بدون راحة. والمشكلة اللي احنا بنلاقي رقم واحد بيطلع من تحت الارض، فطبعا جيهوان بيستغرب وبيقول ازاي وانا ضربت دماغك وانفجرت، فبيقول له تقصد الدماغ دي، وبنعرف اللي هو كان عامل دماغ مزيفة، فكينغ بتضربه بالسهم لكن بيمسك السهم وبيضربها عليها بكل سهولة، وجيهوان بيبص على كينغ لكن رقم واحد بيكون وراه وبيرفعه وبيكون عاوز يخلص عليه، وبيكون ماسك البندقية وبيحاول يشدها منه، لكن جيهوان بيكون ماسكها بكل قوته ما بيقدرش يشدها منه، ورقم واحد بيستغرب من قوته الكبيرة وبيلاحظ ان دراع جيهوان بيبدأ يستحوذ على البندقية، بيتصدم من تطور قوته وبيقول اللي هو عاوز ياخد قوته في اسرع وقت، لكن جيهوان بيضربه بالبندقية، فطبعا بيتصاب وبيسيب جيهوان، فجيهوان بيصوب على جسمه كله وبيضربه، جسمه كله بينفجر، ولسه بيبص جنبه علشان يطمن على اصدقائه، فبيلاقي لسه رقم واحد عايش، علشان طبعا نقطة ضعفهم هي دماغهم، وبيكون رايح ياخد قوة 0، لكن حد بيضربه بالخشبة على دماغه وبيطلع صديق
صديق سيونغ، واللي بيفضل يضربه كذا ضربة لغاية اما بيخلص عليه، وبيستغربوا اللي هو لسه عايش. وجيهوان بيروح يطمن على صفر اللي بيقول له خلي بالك علشان الجنود هنا، وبيطلب من جيهوان اللي هو يهرب من هنا بسرعة، وبيقول اللي هو هيلهي الجنود على قد ما يقدر. وبالفعل الجنود بتوصل وبيكونوا عاوزين يقتلوا كل اللي على الجزيرة وبيضربوا بالنار، لكن صفر بيصد الرصاص بالرغم اللي هو ما عندهوش طاقة. وبيقول لجيهوان ارجوك اهرب انت، كأنه بيقول له اللي انا ما عنديش حاجة اعيش عشانها. والمفاجأة ان رقم واحد بيكون لسه عايش لكن خلاص بيودع، وكان نفسه يكون ملك الوحوش، وبيكلم صفر في عالم الاوهام وبيقول له ان البشر كلهم ما يستحقوش ان هم يعيشوا، وبيتحايل عليه علشان يديله قوته قبل ما صفر يموت. لكن صفر ما بيردش عليه، كأن صفر عاوز يفهمه اللي انت مستحيل تكون ملك الوحوش علشان انت شرير. نرجع بقى لصفر اللي بيستخدم قوته الاخيرة علشان يقتل الجنود، وبيتضرب بالرصاص وبيتصاب اصابة في كتفه. فجيهوان بيسمع صوت صريخ صفر وبيقول اللي احنا لازما نرجع ننقذ صفر، لكن كينغ بتقول له ازاي وانت البندقية الرصاص بتاعها خلص؟ فبيقول لها اللي هو عنده قوة الوحوش. فكينغ بتقول له ان الجنود تقدر تقتلك بالرصاص الاخضر بكل سهولة، واحنا لازما نرجع علشان ننقذ اصدقائنا. فجيهوان بيقتنع لكن بيكون زعلان على صفر. نرجع بقى لصفر اللي بيرموا عليه الشباك وبيكهربوه، ورقم واحد بيكون متعصب جدا من البشر، فبيستخدم اخر طاقة عنده وبيتحول لوحش عملاق، وما بيكونش عاوز البشر هم اللي يكسبوا، وبيقتل كل الجنود. وبعد كده بيتحجر وبيبدأ يتلاشى وبيقع منه مجسم غريب. وصفر لسه بيفكر يروح عند جيهوان، لكن بنسمع صوت طعن وبنلاقي مجسم بيشفط كل دم صفر. صفر بيتصدم وبيقع. بنعرف اللي رقم واحد هو اللي خد دم صفر، وصفر خلاص كده مات. رقم واحد بيقف وما بيكونش مصدق، بيقول هل فعلا انا حققت حلمي وخدت قوة ملك الوحوش؟ بيكون فرحان جدا، ما بيكونش مصدق اللي هو دلوقتي بقى اقوى شخص على الكوكب. ومرة واحدة بتجيله صعقة في دماغه، بيحس بقوة جبارة، وهي دي بقى قوته الحقيقية. بيحس اللي هو عنده قوة كبيرة لدرجة اللي هو بيشيل صخرة عملاقة بكل سهولة. بيعرف اللي هو دلوقتي هيقدر ينتقم من البشرية. نرجع بقى لجيهوان اللي بيروح عند أصدقائه وبيتفاجئ إن المدرسة والولد التخين ماتوا، وبياخدهم وبيكونوا عاوزين يطلعوا من الجزيرة. لكن هنا بتكون الصدمة، الجنود بيضربوا كايدن بالنار، بيحاولوا يسندوه ويمشوا بيه لكن بيتضربوا برضو هما الاتنين. جيهوان وكينغ بيتصدموا من المنظر، بيحاولوا يكملوا هروب لكن واحد بيصيب كينغ. جيهوان بيكون متعصب جدا، صديقته من الطفولة بتموت قدام عينه، قوة الوحوش بتسيطر عليه وبيبدأ يهجم عليهم لكن بيتضرب بالنار. نرجع بقى لواحد اللي بيحس بشعور غريب، طبعا علشان بيحس بجميع البشر بيحس بمعاناة جيهوان. بيعرف ان هو اتعذب طوال حياته بسبب البشر، وبرضه بيتعذب وهو بيموت، عاش حياة صعبة جدا. لكن رقم واحد بيتساءل وبيسأل نفسه وبيقول هو انا ليه زعلان عليه؟ بيعرف ان هو علشان خد دم صفر، فبيعرف ان دي مشاعر صفر، وصفر كان بيحب جيهوان، فبيتعصب وبيقول اللي هو ما ينفعش يسيب جيهوان يموت. والجنود بيكونوا رايحين يخلصوا عليه، لكن رقم واحد بينزل على الجندي وبيقتله. وجيهوان بيبص عليه وبيكون خلاص رايح يفقد الوعي. بيفتكره صفر وبيفتكر اللي هو جه هنا علشان يساعده، لكن طبعا ما يعرفش اللي ده رقم واحد. وجيهوان بيفقد الوعي، وبنعرف اللي رقم واحد قتل كل الجنود اللي على الجزيرة. وبيروح للقائد بتاعهم وبيقول له اللي هو رقم واحد وخد قوة صفر، فبيتعصب وبيقول له ان قوة صفر خطر على البشرية، لكن رقم واحد بيقتله وبيقول له اللي هو هينتقم من البشر، وبيقول اللي هو هيخلي البشرية تعاني زي ما خلتونا نعاني. نرجع بقى لجيهوان اللي بيصحى وبيلاقي نفسه متعالج، وطبعا رقم واحد هو اللي عالجه. وبيبص على التليفون بيلاقي ان في اشارة، وده معناه ان مفيش وحوش جنبه.
جنبه وبيكون فرحان اللي هو خلص من الكابوس ده، وبيبص جنبه بيلاقي اصدقائه كلهم عايشين. والمفاجأة اللي بيلاقوا الطيارة واخيرا هيقدروا يطلعوا من الجزيرة دي، وبيكون في شخص بيمشي على الطريق وبنلاحظ ان في شاحنة جاية وراه فبيتحول لبنت. وطبعا احنا بنكون عارفين ان ده الرقم 1 وبيشاور للشاحنة وبتقف له وبيقول له اللي هو عاوز توصيلة. وركزوا في الحتة دي علشان دي تكملة للقصة اللي جاية اللي هي سويت هوم. وهم قاعدين في العربية الاخبار بتبدأ تتكلم وبيقولوا ان في مدرسة عملوا رحلة الى جزيرة ورجعوا 6 اشخاص فقط، وطبعا تم نقلهم الى المستشفى. ولما بيسألوهم ايه اللي حصل بيقولوا ان كان في وحوش، لكن طبعا ما حدش بيصدقهم. فالسواق ما بيصدقش الكلام ده وبيقول ان الاخبار بقت كذابة وبيحول وبيجيب اغاني. فرقم 1 بيبص بيلاقي صورة في العربية وبيسأله هو ده ابنك؟ فبيقول له ايوه، وبنعرف اللي هو بيحبه جدا لكن بنعرف اللي هو ميت. فرقم 1 بيبص عليه وبنعرف اللي هو حزين، فبيقرر يساعده ويخلي جواه وحش، وده طبعا علشان يكون في عالم مليء بالاوهام وابنه يعيش من جديد. وبينزل من العربية وبيرجع لشكله الطبيعي وبيقول اللي هو هيعمل عالم جديد مليء بالوحوش علشان مش كل البشر يستحقوا اللي هم يعيشوا. وبيكون في بتتحايل على ابنها علشان ياكل، لكن ابنها بيكون قاعد على الكمبيوتر وبيفضل يلعب وما بيردش عليها. وبنعرف اللي ابنها كان بيحاول ينتحر، وايوه بالظبط ابنها ده بيكون هيون بطل قصة سويت هوم اللي بتقوله اللي احنا رايحين رحلة لكن برضو ما بيردش عليها. وبيروحوا رحلة بالسيارة من غير هيون. فاكرين السواق اللي رقم 1 حوله لوحش؟ السواق ده مراخيره بتخر في دم وما بيكونش في وعيه، ومرة واحدة بيفقد السيطرة والشاحنة بتاعته بتخبط في عربية عيلة هيون، وطبعا عيلته كلها بتموت. المشكلة اللي بيحاولوا يتصلوا بهيون علشان يعرفوه ان عيلته ماتت لكن ما بيردش. يا برودك يا اخي. وبيرد وهو متعصب وبيقول انتوا عاوزين ايه مني؟ ولما بيعرف ان عيلته ماتت بيتصدم وبيقرر يكمل حياته. وبنعرف اللي هو عاوز ينتحر، وبيكون ساكن جوه عمارة والعمارة بتدخل جواها وحوش، والوحوش بتكون شكلها مرعب وكل وحش عنده قدرة مختلفة غير التاني. لا والمصيبة الاكبر اللي بنعرف اللي هيون جواه وحش. وعلشان ما احرقش عليكم اكتر دي قصة سويت هوم اللي يعتبر تكملة لقصة شوتجان بوي، فانا هسيب لك ملخصها في الوصف. وخد هنا لسه قصة شوتجان بوي ما خلصتش. جي هوان بيصحى من النوم بنلاقي كينغ داخله عليه وبتقول له ان الدنيا كلها بقت دمار. جي هوان ما بيكونش فاهم حاجة وبيقول لها دمار ازاي يعني؟ بيبص جنبه من الشباك وبيتصدم، العالم كله بقى مليء بالوحوش وبنلاقي مناخيره بتخر في دم، وده معناه اللي هو برضو يمكن يتحول لوحش زيهم. وفي نفس اللحظة هيون اللي في قصة سويت هوم بيبص وبرضو بيلاقي العالم كله دمار. وطبعا في اسئلة في بالنا كتير، ايه هيكون مصير جي هوان واللي معاه؟ وهل رقم 1 هيحول الناس كلها لوحوش ولا ناس معينة؟ ودي نظرية مني انا، رقم 1 هيحول الناس اللي ملهمش لازمة فقط لوحوش، يعني واحد زي هيون كل همه في الحياة اللي هو يقعد على الكمبيوتر. يا اخي ده لدرجة اللي هو كان عاوز ينتحر يوم 25، ولو حد سأل ليه اليوم ده بالتحديد علشان يتفرج على الكرتون بتاعه قبل ما يموت. والله الشخص ده المفروض ما يتحولش لوحش بس، ده المفروض يتولع فيه. فاللي احنا بنفهمه ان رقم 1 مش عاوز كل البشر يعيشوا، يعني البشر اللي ملهمش لازمة زي هيون يتحولوا لوحوش ويموتوا. وده بيفسر لنا ليه في قصة سويت هوم في اشخاص معينة بس اللي بتتحول لوحوش. وطبعا في اسئلة في بالنا كتير لكن كلها هيترد عليها في قصة سويت هوم اللي هتلاقيني سايب لك ملخصها في الوصف. فما تنساش تعمل لايك واشتراك علشان ملخص كامل زي ده حرفيا بيقعد معايا شهر كامل. واهم حاجة ما تنساش تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا.